افضي مكان علشان اجيب النتائج بتاع السنه الجديده. انت لسه عندك الشرطه المدرسيه بتاعت على ايامي دي، والكاب بتاعها كمان، والمنديل. وعجبني انت جايب علم مصر برضه هنا للاطفال اهو والله. كراسه رسم بياني الله، ودي برضه مش عند حد. بس الموسيقى كنا بنكتب السلم الموسيقي هنا. أيوة في حصه المزيكا. دفتر غياب ده بتاع المدرسين دي. الله، ده الصوره دي قديمه قوي. في الحي هنا بيلقبوني بشيخ الحاره. هو اسمه أمين، بس الناس هنا ما نادتوش في الزاوية الحمراء غير بعمه أمين. راجل بسيط وشه دايما بيضحك ومبتسم برغم إن شايل هموم الدنيا، بس برضه راضي. ومن أكتر من 50 سنة فتح باب صغير، مكتبة وبقالة في قلب الزاوية الحمراء. كان بيودي العالم من الورق والحنية والسندوتشات. ادى كشكول للتلميذ اللي ناسي مصروف، وادى سندوتشات حلاوه وجبنه للي جعان قبل الدرس. وكان لما طفل يعيط عشان نسي القلم يقول له ما تزعلش يا ابني، تعال خد قلم من عندي ببلاش. كان قلبه اوسع من رفوف المكتبه كلها. دلوقتي يمكن الزمن غير شكل الشارع، بس ريحه المكان لسه فيها طيبه الراجل ده. مفيش حد من سكان الزاويه الحمراء ما يعرفش او عدى يوم على مكتبه عمو امين. تعالوا نسمع حكايه مكتبه عمو امين، اقدم مكتبه وبقال في الزاويه الحمراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمو امين؟ الله يبارك فيك. انا مبسوط ان انا في الزاويه الاول، ومبسوط تاني ان انا قابلتك. انا سعيد بيك. الاسم اخوك امين الجندي. عندي 85 سنه. المحل ده بقاله 54 سنه. بسم الله ما شاء الله. في الحي هنا بيلقبوني بشيخ الحاره، بمعنى شارع فلان فين اقول لهم الرابع على اليمين، الخامس على الشمال كده. حافظ الاماكن. المنطقه كلها، الزاويه كلها. اسم الزاويه من الشرابيه للاميريه. الحمد لله رب العالمين. دخلت الشوارع بتاعتي ان شاء الله. وليا معرفه بناس كتير قوي قوي قوي. الحمد لله رب العالمين. يعني انا الاول كنت بقال. يعني المحل ده كان بقاله؟ كان بقاله هو لغايه دلوقتي، وحتى مكتوب بقاله. ايوه مكتوب بقاله. وبعدين البقاله كانت ناجحه معايا، وناجحه نجاح تمام. انا كان عندي اللي كان في 4 5 بقالين في المنطقه هنا على مستوى المحدود. يعني انا كنت بتعامل مع ناس اقباط من شبرا، عرفوني بيهم ناس حبايبي. فالناس دي وثقت فيهم ولقيت فيهم الامانه قبل كل شيء. بمعنى ان انا لما اطلب منه جبنه رومي يقول لي الجبنه الرومي اللي عندي جديده او دايره، فانتظر كمان شهر اجيب لك. سنه كام اتفتح المحل؟ 74. سنه 74. كنت لوحدك انت؟ كنت لوحدي. قلت لي كلمه حلوه انت بموضوع لوحدك ده. قولها لي. لا، هم قالوا لي نسايبي. أيوة. بخبرتهم، نسايبي تجار واصحاب مطاعم، فقالوا لي افتح مشروع ما يكونش ليك زميل فيه، لان الزميل لو ما جاش يوم. او شريك يعني. لا مش شريك. زميل يعني صبي او صنايعي او بتاع. معكش حد واقف يعني. معكش حد واقف معاك. ليه بقى؟ ليه؟ لو انت اعتمدت على واحد صبي واقف معاك او زميل واقف معاك وما جاش، يبقى انت مش هتعرف تعمل حاجه لوحدك. هتقفل. فاعمل مشروع يوقفك انت لوحدك. معظم البقالين في المنطقه هنا نسوانهم واقفين معاهم، يعني الحريم بتاعهم حد بيساعدهم، واقفين معاهم. ولادهم كبار الحمد لله رب العالمين. انا ولادي عندي بنتين الحمد لله رب العالمين، وعندي ولد. الولد مهندس ورئيس مجموعه ان شاء الله شركات فنادق. بسم الله ما شاء الله. متخصص في شركات فنادق وخبره، والحمد لله رب العالمين، وربنا كرمه اخر كرم. والبنتين متجوزين ومعاهم اولادهم، واولادهم اتجوزوا وخلفوا. ربنا يبارك في عمرك. انا عندي 11 حفيد. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين هي مسطوره قبل كل شيء. ففتحت رقم 4 سنه 74. فتحت بقاله. ومشيت في البقاله حلو جدا جدا جدا. كانت جبنه الاسطنبولي مثلا مفيش عند حد في المنطقه هنا زيها. الناس اللي كنت بتعامل معاهم كنت بقول لهم انا عاوز افضل حاجه. وهنا في زبون اكيل وزبون ذواق. فكان بيعرف الغث من السمين، يعرف الحلو من الوحش. صح. ممكن يكون غالي شويه بس الطعم اللي هو عاوزه. اتفضل.
لا المحل اللي جنبي حضرتك. الناس عارفه البضاعه الحلوه طبعا. الناس عارفه انا كان ليا مواعيد. المواعيد دي انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي. ايه بقى المواعيد؟ انا بقى عايز اعرف المواعيد لان انا جيت في مواعيد، احكيها للناس. انا مواعيدي من 6 صباحا للساعه 9 صباحا. من 6 ل 9 ليه بقى؟ اشمعنى الفتره بصلي دي؟ الفجر وانزل افتح. اولا انا النوم بتاعي قليل جدا من سنوات، مش النهارده بس. فبعد صلاه الفجر ما عنديش حاجه، فبتوضى وانزل. انت ساكن قريب من المكان هنا؟ الشارع اللي ورايا. ما شاء الله. فبفتح الساعه 6. الحمد لله رب العالمين المنطقه كلها قافله. فحتى اللي عاوز حاجه مش موجوده في المحلات اللي هي نشاط غير نشاطه بيلاقيها. يعني مثلا واحد يقول لي ايه، انا عاوز قفل، موجود. انا عاوز مشط شعر، موجود. انا عاوز يعني الحاجات اللي هي البسيطه دي فبيلاقيها موجوده. هو بيفرح ان هو لقى الحاجه بتاعته، وانا بفرح ان انا لبيت له طلبه. انت مؤمن بان الرزق بيتوزع الصبح بدري؟ طبعا طبعا، مهم جدا جدا جدا. قول للشباب اللي بتصحى الساعه 2. لا يقول لا بعد 2. هو بعد 2 انا بفطر الساعه 7 صباحا ما شاء الله، وبتغدى الساعه 2 الظهر، واتعشى او ما اتعشاش الساعه 9 بالليل او 9 ونص او 10 بالكتير قوي. ومعظم عشايا فاكهه وخلاص على كده. انت عندك حاجات دي مقدسه. هو برضو علشان الصحه اعتلت، ده ربنا يديك الصحه، والخبره الطبيه والمش عارف ايه وبتاع مش عارف ايه، فيعني بحاول. قول لي احنا قلبنا من البقاله للمكتبه ازاي؟ لما تعبت كنت بسافر وارجع افتح، اسافر وارجع افتح، اسافر وارجع افتح. وبعدين بقى صفيحه الجبنه وزنها 22 25 30 كيلو، صعب علي ان انا اشيلها واروح حاططها في المكان بتاعها واجيب غيرها وبتاع. 7 8 10 صفايح بيدخلوا جوه المحل هنا، والباقي متخزن عنده. اطلب الخزين بتاعي، حاجتك تجيلك الوقت اللي انا عاوزه. زائد قرص الجبنه الرومي صعب عليا، قرص فيه 20 22 25 كيلو ان انا اغسله، ان انا فيها مشقه طبعا، فيها مشقه، فبقى صعب عليا. ففي مره ابتديت، مع العلم بانها مع البقاله كنت المكتبه كانت فيها جزء مكتبه برضه، جزء مكتبه بس على خفيف. فحولت النشاط بقى حولت سنة النشاط. كام بقى المكتبه؟ الحاجه الثانيه ان انا اللي خلاني برضه رجعت في البقاله ان اللي جنب مني فتحوا على مستوى اعلى من اللي انا كنت فيه. انا عايزك تفرجني على المكتبه. اهلا وسهلا بك. يلا بينا. اتفضل. طبعا بقى زي ما انتم شايفين مكتبه عم امين، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني المكان ده كان بقاله، انا حاسس ان هو صغير على البقال. هو من ضمن الحاجات اللي خلتني سبت البقاله برضه، المكان صغير. بس كان فيها كل حاجه، صندوقين تونه وصندوقين بلوبيف، صندوقين جبنه، علب ربع او تمن وبتاع مش عارف ايه كده. ما شاء الله بسيطه، ولما يخلص هجيب غيرها. انت لسه عندك الشرطه المدرسيه بتاعت على ايامي دي، والكاب بتاعها كمان، والمنديل والمرشدات والوشوش دي برضه بتاعت زمان. موجوده دلوقتي، شغاله برضه، شغاله بياخدوها للاطفال. عندي صندوق مليان. ايه الحاجه يعني؟ فرجنا على الحاجات بتاعت زمان. انت دايما، انا عارف انت عندك حاجات دايما بتجيبها بتاعت زمان. اقلام بقى، ما اعرفش، اساتيك، الاستيكه اللي مفيش الحاجات دي اتغيرت. لا مفيش، يعني الاقلام بتتطور، كله بيتطور، بس هو اقلام، قلم جاف، قلم رصاص كده يعني. بص انت هنا، لا انت دي اللوح، لوحات تعليميه. بص بقى، ده الجهاز الهضمي وده الجسم وده اسماء الاشاره، عشان انت مرتبهم حتى. تحب النظام انت قوي. يعني انت بص، انا بخش مكتبات حته كل حاجه فوق بعض. لا انا منظم، والدليل على كده اني لو جالي حد من اصدقائي ومد ايده على حاجه وحط حاجه ادور عليها بعد كده ما الاقيهاش، اعرف ان في ايد بوظت الدنيا. ما شاء الله عليك. كل حاجه لازم تكون في مكانها. حلوه قوي العرايس دي برضه، ما شاء الله. المكتبه لازم يكون فيها ايه؟ اساسيات المكتبه؟ لا المكتبه لازم يكون فيها القلم والكراسه والاستيكه والمسطره والبرايه، دي الاساسيات على المكتبه. انا الحاجه الوحيده اللي مش موجوده عندي الكتب المدرسيه الخارجيه. بس ليه؟ لاني ما عنديش مكان ليها.
ابتدائي 6 سنين، واعدادي 3 سنين، وثانوي 3 سنين، يبقى دول 12 سنه. ده انت عايز مكان كبير. لو سلاح التلميذ لل 12 سنه هتجيب حتى ولو 10 كتب، طبعا. 120 كتاب. انا عايز اشوف وبعدين كراسه الموسيقى. ده نور البيان. بالنسبه للمعاهد الازهريه هنا بتطلب نور البيان ده. دي كراسه كراسة الموسيقى. يا الموسيقى. سلام، دي ذكريات دي بقى. دي كراسه رسم بياني برضه مش الله، هتلاقي. ودي برضه مش عند حد. مش موجود. دي جميله قوي دي. دي بقى اللي هيشوفها الناس اللي في الثمانينات والسبعينات هي بتطلب. الجميله في مدرسين بيطلبوها. بص بقى كراسه الموسيقى كنا بنكتب السلم الموسيقي هنا في حصه المزيكا. دو ري مي فا سي. ما شاء الله، انت لسه بتجيبها انت. مش كتير بيجيبوا دي. لا، ما حدش بيجيبها اصلا. وبعدين انا بتعامل مع مطبعه برضو هي قديمه زي انا ما قديم كده. انت جميل. بتجيب الحاجات القديمه. عندي حاجات كمان للمدرسات والمدرسين، كانوا بيسلمون زمان في التربيه والتعليم. ايوه. دلوقتي بيشتروا من بره. انت بتبيعه برضه؟ حسب طلبهم، هم بيطلبوا مني. بسم الله ما شاء الله. انت بتاع الغياب. في غياب وفي درجات اعمال سنه. ايه الصوره الجميله دي؟ دي صور زي دي كده. ايوه، دي كانت زمان بتتحط في البيو. الله، ده الصوره دي قديمه قوي، قديمه قوي قوي يعني. دي ما شاء الله. تسلم ايدك على الشاي الاول. تحت امرك حبيبي. ودي كمان كانت بتتحط في المناسبات، الكروت اللي هي المعايده اللي كانوا بيجيبوها للجواز. الف مبروك والحاجات دي موجوده عندي. انا يا نهار ابيض يا عم امين، ده دي كمان قديمه قوي يا عم امين. كان عندي حامل. اللي بيلف ده. اللي بيلف. كان الحاجات دي موجوده. طبعا انا ليا الشرف ان انا قابلتك النهارده. انا سعيد برؤيتك والله ومشاهدتك، شرف كبير ليا. الناس اللي زي عم امين دي ما تتعوضش. اولا الناس اللي لسه محافظه على التقاليد والعادات، وان هو بيجي الصبح بدري وليه مواعيد وعنده حاجات مش عند حد عنده اصول. عارف انت الاصول؟ هي الاصول موجوده. هو عم امين هو الاصول. تحياتي لكل اهل الزاويه الحمراء، واتمنى يا رب ان انا اكون بفيدكم وبفيد كل الناس. والله بحاول ان احنا ندور على النماذج المحترمه. ما تنسوش اللايك والشير، وتدعوا لنا دعوه بالخير. سلام. وانا بحييك جدا يا عم امين. ربنا يبارك في صحتك، وانا اللي مبسوط اني شفتك والله. حبيبي.